بدأ في الصالات السورية عرض فيلم ملك الرمال للمخرج السوري نجدة أنزور، الذي يتناول السيرة الذاتية لمؤسس السعودية عبد العزيز آل سعود. وأثار الفيلم غضب الأسرة الحاكمة في السعودية لتطرقه لتحالف آل سعود مع الوهابية ومع البريطانيين للقضاء على سلطة آل الرشيد التي حكمت الرياض آنذاك. رغم الحرب ومطر الهاون والعبوات الناسفة، حمل نجدة أنزور للسوريين فيلما سينمائيا عرض في دار الأوبرا في دمشق، ملك الرمال، فيلم يعرض وصول عبد العزيز آل سعود للحكم بعد التحالف مع التيار الوهابي في نجد والحجاز. نحن عم نحكي عن حقائق، ما عم نزور بهذا التاريخ. خلي يعملوا عن تاريخ سوريا، يعملوا عن حافظ أسد، يعملوا عن جول جمال، يعملوا تاريخنا مليء بالناس الشرفاء. فرجينا تاريخهم. هي رسالة ضد الفكر التكفيري، ضد الإرهاب، لإظهار أنه الإسلام الصحيح، الإسلام المعتدل، وهذا الشيء كان واضح ضمن مسلسلات الأستاذ نجدات. الحضور الجماهيري الحاشد في العرض الافتتاحي دفع المخرج للإعلان عن عرض إضافي في مدينتي اللاذقية وطرطوس، ذلك رغم مناشدة طلال بن عبد العزيز عبر تويتر للرئيس السوري بشار الأسد بإيقاف العرض، بدعوى أنه يسيء لذكرى والده الملك الراحل عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة السعودية. متأكد تماما أنه السيد الرئيس حيجاوبوا جواب بمستوى الوطن. يعني جاوبوا بأنه إطلاق الفيلم يعني نحن بنثق بقيادتنا ونعرف تماما أنه نحن وراء هذا الرجل العظيم، بإمكاننا نحقق النصر القريب إن شاء الله. ملك الرمال فيلم يعتبر السابقة الأولى في المنطقة، كونه تطرق للاتفاق الذي تم بين بريطانيا والسلطان عبد العزيز وقتها، وكيف تم دعمه بالمال والسلاح للقضاء على سلطة آل الرشيد التي حكمت الرياض في ذلك الوقت، تمهيدا لاحتلال المنطقة وبسط نفوذ الغرب عليها. وهذا ما حصل لاحقا في اتفاقية سايكس بيكو بين بريطانيا وفرنسا لتقاسم النفوذ في المنطقة واحتلال فلسطين حسب ما جاء في الفيلم. ملك الرمال فيلم أثار الجدل حول ما يحمله من إسقاطات حول نشأة المملكة السعودية بين الماضي والحاضر. حسام زيدان، دمشق.